السلام عليكم أخواتي الأعزاء، كما ديما ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل جديدنا. اليوم غادي نشوفو تصريح ديال ناصر الخليفي ملك باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي تحدث عن اللقطة التي دارت بين أشرف حكيمي واللاعب الإسرائيلي بسبب إصابة كيليان إمبابي. بدون إطالة نمشيو ديريكتومون في التفاصيل. علق ناصر الخليفي ملك باريس سان جيرمان الفرنسي، وأكد أن لقطة أشرف حكيمي هي لقطة عادية جدا. كذلك لا تنسوا تعرض أشرف حكيمي الدولي المغربي في الذهاب لعدة استفزازات من الجماهير الإسرائيلية، ولم يتحدث أي أحد عن ذلك. كما تعلمون أن حكيمي لم يخطأ، فإنه دافع عن صديقه كيليان مبابي. لا داعي للقلق مثل هذه الأشياء. كما تعلمون أن أشرف حكيمي أدى مقابلة جد رائعة، وأعطى أسيست الهدف، وكان قريب أن يسجل هدفا رائعا. إنه لاعب عبقري ومثالي. وعرفت المباراة أن أشرف حكيمي كان أساسيا في المقابلة، مساهما في تمريرة حاسمة في المقابلة لزميله كيليان مبابي في الدقيقة 64 من المقابلة. بدون إطالة، نتمنى يكون يعجبكم هذا الفيديو. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم حكيم من قناة حكيم فلوق. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل جديد. إلى اللقاء في الفيديو الماجي إن شاء الله.